صباح الفل. اكتر حد عدوك في الدنيا هم اقرب الناس ليك، عارف كده، قرايب عقارب. ده ربنا سبحانه وتعالى ساب لنا يعني عبره بقابيل وهابيل، الاخوات اللي قتلوا بعض، وخصوصا الاخوات يا اما اخواتك بجد وبيحبوك جدا وبيتمنوا لك الخير، يا اما الاخوات بقى ما اقولكش عاديك العقارب بقى، اللي هو بيتمنى لك الشر، عنده حقد وغل ونفسنا كده منك. إيه، قاعد مركز معاك وبيقارن نفسه بيك، ازاي وازاي مثلا الاب والام سابوا لك مثلا الورث مثلا عشان تبقى انت المتحكم فيه. عايزين ازاي وازاي يبقى حد سايب لك حاجه او قرار، عايز هو الاخ او الاخت يبقى في ايده ومتحكم في كل حاجه، حتى لو معاه فلوس. يعني بيبقوا اغنياء جدا الاخوات دول جدا، وعندهم وقاعد برضو باصص لك في رزقك وفي فلوسك والخير اللي عندك، عايز ينهب منك وعايز يخطف منك، وازاي انت تبقى احسن منه في اي شيء. في اخوات كده ولاد بطن واحده، ده غير طبعا الاخوات اللي مش شقق يعني قاعدين لك باصين لك في كل حاجه في الحياه. خد بالك، عارف كده المثل اللي يقول لك keep your friends close and keep your enemies closer، يعني خلي اصدقائك قريبين منك وخلي اعدائك بقى اقرب كمان من اصدقائك. عارف كده، هم بيعتبروك عدو ليهم، قاعدين منافسين وعايزين يبقوا قريبين ليك لمجرد ان هم ينظروا عليك، لمجرد ان هم عايزين يعرفوا عندك ايه عشان يجيبوا احسن منه. قاعدين منافسين وقاعدين لك، خد بالك جدا جدا. عارف كده يا حلو، بانت لبتك. لو انت عندك اخ واخت عايشين كده معاك على طول على طول على نغمة الحرمان والمسكنة والشكوى طول الوقت، اعرف على طول ان هم يعني عايزين منك فلوس، عايزين منك الخير اللي عندك، عايزينك تصرف عليهم رغم ان هم عندهم. يعني خد بالك جدا من القرايب وخصوصا الاخوات.